بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة معادنا مع النموذج السادس في النماذج الاسترشادية للمحافظة الشرقية. الأفكار بدأت تتغير، في حاجات بدأت تتكرر بس بسيطة، بس الأفكار اللي جاية كلها جميلة وكلها بتتكرر كتير قوي في محافظات، فإن شاء الله خلينا نبدأ كده. بيقول لي مركز الدائرة الداخلة للمثلث هو نقطة تقاطع إيه؟ طيب تعال خليهم سؤالين. لو قال لك مركز الدائرة الداخلة للمثلث هو نقطة تقاطع بتبقى منصفات زواياه. ولو قال لك مركز الدائرة الخارجة، هنا الداخلة وهنا الخارجة، الخارجة للمثلث هو نقطة تقاطع محاور تماثل أضلاعه. طب لو عايز افتكرهم بالرسمة، ده كده دايرة، المفروض ان الدايرة دي داخل المثلث اللي هو عايزها. مركز الدائرة الداخلة للمثلث اهي، دايرة داخلة للمثلث. فانت دلوقتي عشان تجيب المركز بتاعك هتعمل ايه؟ هتنصف الزوايا، تنصف الزاوية دي وتنصف الزاوية دي وتنصف الزاوية دي، فهتلاقي نقطة تقاطع بتاعت منصفات الزوايا كلهم بيتقابلوا في مركز الدائرة. تمام؟ فأنت عندك هنا لو أنت السؤال بتاعك بيكون مركز الدائرة الداخلة للمثلث هتكون منصفات زواياه. طيب مركز الدائرة الخارجة للمثلث بتكون محاور تماثل أضلاعه. يبقى أنت دلوقتي الضلع ده لو عايز تعمل له محور تماثل بيكون نازل عمودي وبيقسمه نصين. بيكون من هنا كده نازل عمودي وبيقسمه نصين، وهنا برضو بيكون نازل عمودي وبيقسمه نصين، فهتلاقي اتقابلوا هنا في الايه؟ في المركز ده كده مركز الدايره. طيب نسيت في الامتحان، بص كده ايه، تعال نعملها زي لعبه كده. لو انا قلت لك الدايره بتاعتك داخل المثلث او خارج المثلث، شوف الدايره بتاعتك بتلمس المثلث في ايه وخد الحاجه الثانيه. مش فاهم يعني ايه؟ بص كده معايا، هنا الدايره بتاعتك لمسه المثلث في الاضلاع، يبقى خد الزوايا، منصفات الزوايا. الدايره بتاعتك لمسه المثلث في الزوايا، يبقى خد الاضلاع اللي هي محور تماثل الاضلاع. يبقى تحفظ جملتين اللي هي منصفات الزوايا ومحاور تماثل الاضلاع. لو انت نسيت في الامتحان افتكر الدايره بتاعتك بتلمس المثلث في ايه وخد الحاجه الثانيه. بتلمس المثلث في الاضلاع، خد الزوايا. بتلمس المثلث بتاعتك في الزوايا، خد الاضلاع. دي يعني زي لعبه كده لو عايز تحفظها مثلا يعني، او ما تنساش في الامتحان. اللي بعدها هنا بيقول لي عدد الممسات المشتركه لدائرتين متماستين من الخارج. لو معايا دائرتين لابسين بعض من الخارج عند نقطه، فانا ممكن ارسم مماس من هنا ومماس من هنا ومماس من هنا، يبقى عدد محاور التماثل او عدد المماسات قصدي كام؟ 3. بيقول لي هنا في الشكل المقابل ألف باء قطر، ومديك إن الألف جيم ب6 سم، الألف جيم ده ب6 سم، ومديك إن قياس الباء ب30 درجة، وبيقول لك فإن محيط الدائرة. طيب أنت عشان تجيب محيط الدائرة، محيط الدائرة هيساوي 2 باي نق، فأنا محتاج نص القطر. وبما ان النواتج كلها بدلاله الباي فانا مش هستخدم الباي في التعويض، يعني انا هجيب بس النق واضرب الاثنين في النق واسيب الباي زي ما هي. هي الفكره محتاج نص القطر. طب تجيب نص القطر ازاي؟ دي الدايره بتاعتي وده المثلث اللي جواه. مش احنا قايلين قبل كده لما يكون معايا قطر دور على الزاويه المحيطيه اللي هي ماسكه نص الدايره دي كده، وقول ان هي بتساوي 90 درجه زاويه قايمه. فانت عندك زاويه الجيم دي زاويه قايمه 90 درجه. طيب لقيت المثلث ده اتحول لمثلث 30 60، ما انت دي 30 هتبقى دي 60. المثلث ال 30 ال 60 مش احنا كنا واخدين قاعده قبل كده بتقول ان الضلع المقابل للزاويه 30 بيساوي نص طول الوتر؟ ادي الضلع المقابل للزاويه 30، ادي زاويه 30، الضلع اللي في وشها مين؟ الالف جيم. يبقى الضلع المقابل للزاويه 30 بيساوي نص طول الوتر اللي هو الالف باء، يبقى الوتر ضعفه قده مرتين. ما هو ده نص ده، يبقى ده قد ده مرتين، يبقى ده كله ب 12 سم. طب ما هو الالف باء قطر، الميم في المركز، معنى كده ان دي 6 سم ودي 6 سم. طب ما هي 6 سم دي هي النق بتاعتي، فالنق ب6 هيبقى ال2 في 6 ب 12، وسيب الباي زي ما هي هتبقى ايه؟ 12 باي. مدينا بيقول لي في الشكل المقابل، ودي من ضمن المسائل اللي بتتكرر كتير في المحافظات. بيقول لي في الشكل المقابل ا باء وج د وتران متساويان في الطول في الدائره م، ومديك الميم س عمودي على الجيم د، ومديك الميم ص عمودي على الالف باء، وبيقول لك انا عايز اول حاجه اثبت لي ان السين لام بتساوي الصاد هاء، وتاني حاجه هات لي قياس زاويه السين ج د
س ج د الزاويه دي بتساوي الصاد باء الف الزاويه دي. طيب نبدا حاجه كده. عشان تثبت ان الجزء ده بيساوي الجزء ده اللي هو الس ل بيساوي الهاء صاد، هتعمل ايه؟ اول حاجه هو مش هيديك الاوتار متساويه لله. طالما الاوتار متساويه اذا الابعاد متساويه، بس لازم تكون عموديه، وهو مديني التعامد. طيب يبقى اول حاجه بالنسبه لي ان البعد ده بيساوي البعد ده. طيب تاني حاجه، مش المفروض ده المركز؟ يبقى الميم س نص قطر والميم صاد نص قطر، وليكن مثلا ده ب 10 وده ب 10، والجزء ده بيساوي ده، هخلي دي ب 2 ودي ب 2. لو حذفت ال 2 من 10 يتبقى لك 8، ولو حذفت ال 2 من 10 يتبقى لك 8. اذا الجزء ده بيساوي الجزء ده عن طريق حذف الابعاد من انصاف الاقطار. فانت هنستخدم ايه؟ طريقه الحذف. هنحذف الجزء ده من الجزء ده كله، والجزء ده من الجزء ده كله، بس بعد ما نثبت ان الابعاد دي متساويه. فتعال نبدا كده المساله مع بعض من الاول تاني. اول حاجه هنشتغل على ايه؟ عايز اقول له ان البعد ده بيساوي البعد ده عن طريق ان الوتر بيساوي الوتر، اذا الابعاد متساويه، بس لازم اقول ان ده وده عمودي. فاول حاجه هتقول له ايه؟ بما ان الالف باء بيساوي الجيم د اوتار متساويه. قبل ما اقول الابعاد اقول الاعمده، هتقول له كده وبما ان الميم س عمودي على الجيم د والميم صاد عمودي على الالف باء، يبقى انا قلت له ان الوتر ده بيساوي الوتر ده، وده عمودي من هنا وده عمودي من هنا. تمام؟ قول له بقى اذا الابعاد متساويه، اللي هو الميم لام بيساوي الميم هاء، الميم لام هيساوي الميم هاء، ودي كده ابعاد متساويه، واكتب جنبها 1. طيب تاني حاجه، عندك ده نص قطر وده نص قطر، اللي هو الميم س والميم صاد. هتقول له كده والميم س بيساوي الميم صاد بيساوي نق انصاف اقطار، واكتب عليه 2. انا عايز اطرح بقى الاجزاء الصغيره دي من نص القطر كله، والجزء الصغير ده من نص القطر كله. هتقول له كده بطرح 1 من 2 ينتج ان، على طول بقى اكتب الناتج على طول، ينتج ان الس لام اللي هو عايزها دي، الس لام هتساوي الصاد هاء، وده كده يعتبر اول مطلوب معايا. دي اول حاجه. طيب تاني حاجه، تعالى بقى نبص على المطلوب التاني. بيقول لك انا عايز اثبت ان الزاويه اللي فوق دي اللي هي س ج د بتساوي الصاد باء الف، الزاويه دي. طيب لو جيت بصيت على معطياتك في المساله ما تجيبلكش مباشر الزاويتين دول، يعني مفيش اي حاجه ممكن كمعطيات هنا تجيب لك الزاويه دي بتساوي الزاويه دي مباشر كده. اول حاجه ومفيش ارقام كمان، بس عن طريق الاستنتاجات اللي موجوده دي كده معايا ما اقدرش اكمل عليها بحيث ان الحته دي تساوي الحته دي على طول. طب ممكن اعمل ايه؟ بص كده معايا. طبعا لازم تبقى عارف ان العمودي من هنا فعمودي من هنا برضه، والعمودي من هنا فهو عمودي من هنا برضه، وانا لسه ثابت ان الجزئيه دي بتساوي الجزئيه دي، فدي ضلع بيساوي ضلع، وعندك زاويه بتساوي زاويه. طيب لو قدرت تثبت لي ان الضلع ده وده هو كمان بيساوي بعض، فانت معاك ضلعين وزاويه محصوره بيساوي ضلعين وزاويه محصوره، اذا المثلثان متطابقان، يبقى الزاويه دي هتساوي الزاويه دي. بس اثبت لك ازاي ان ج لام بتساوي الب هاء؟ المفروض موجوده. ازاي؟ مش الميم لام مر بالمركز، والميم لام عمودي مر بالمركز وعمودي، اذا ينصف، يبقى ده هيتنصف كده. طب ما هو ده نفس الكلام، الميم هاء مر بالمركز والميم هاء عمودي، اذا برضه ده ينصف، يبقى برضه ده نفس الكلام، زي ما ده هيتنصف كده ده برضه هيتنصف كده. طب ايش عرفني ان دي بتساوي دي؟ هو مش هو بيقول لك ان الوتران متساويان؟ الوتر ده بيساوي الوتر ده، يعني مثلا لو ده ب 8 وده ب 8، ما هو لما يتنصف دي هتبقى ب 4 ودي ب 4 ودي ب 4 ودي ب 4، فدي هتبقى دي. تمام؟ فانا هقول له ان ان الضلع ده بيساوي الضلع ده والضلع ده بيساوي الضلع ده وفي زاويه محصوره بينهم، اذا المثلثان متطابقان، اذا الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، فانا هجيبها عن طريق مين؟ التطابق. طيب تعال بالراحه كده نكتبها تاني حاجه كده بقى. يلا
اول حاجه هنقول له ايه؟ تعال نجمع معطياتنا كده. هنقول له ان انت معاك، احنا طبعا خلاص دي معايا المفروض ودي معايا ودي زاويه قايمه ودي زاويه قايمه موجوده. انا فاضل لي بس عايز اثبت ان الحته دي بتساوي الحته دي. هتقول له كده بما ان اللام منتصف الجيم د والهاء منتصف الب الف. خلاص، ما انا قلت له هناك ان ده كان عمودي، ما هو طالما ده عمودي يبقى ده ايه؟ ده ينصف، ما هو ده مر بالمركز. هتقول له كده بقى اذا نص الجزئيه دي بتساوي نص الجزئيه دي، اذا نص الجيم د هيساوي نص الب الف. يعني معنى كده ان اذا الجيم لام هيساوي الب هاء. تعال نجمع بقى. هتقول له كده في المثلث ج س لام، ج س لام والمثلث ب ص هاء، ب ص هاء مالهم؟ فيهما. تعال نطلع الثلاث حاجات اللي احنا قلناها. اول حاجه السين لام، السين لام او اللام س بتساوي اللي هي ص، دي قايلينها من شويه. السين لام بتساوي الصاد هاء. طب تاني حاجه لسه قايل ان الجيم لام اهي بتساوي الب هاء. كده ضلعين. الزاويه زاويه الجيم لام س قياس الجيم لام س هتساوي قياس الب صاد هاء، الجيم لام س الب هاء صاد، الباء هاء صاد. الزاويتين كل واحده فيهم بتساوي 90 درجه. تمام، احنا قلنا قائم من هنا يبقى قائم من الناحيه الثانيه، دي برضو قايمه ودي برضو قايمه. تمام، من الثلاثه دول اذا المثلثان متطابقان. اذا المثلث ج س لام يطابق المثلث ب ص هاء. وطالما المثلثان متطابقان اذا الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. طب عايز اقراها عشان هنتاكد. زاويه السين ج لام هي نفسها السين ج د. طالما اللام والدال على نفس الاستقامه ممكن نقرا لحد هنا بس، ممكن نكمل لحد تحت مش تفرق معاك في حاجه. فتعال نقرا الحته دي لحد هنا كده. س ج لام، ادي السين وبعدين الجيم، يعني السين وبعدين الجيم بعدين بيرجع لللام. ادي الصاد وادي الباء وادي الهاء، ادي الصاد وادي الباء وادي الهاء. هيبقى الحته دي بتساوي الحته دي. هتقول له كده على طول من التطابق اذا قياس، نكتب بقى الزاويتين اللي هو عايزهم، س ج د هيساوي قياس زاويه الصاد باء الف. تمام، بدل ما اكتب لحد هنا كملت بس لحد الدال، بدل ما اكتب لحد هنا الصاد باء هاء كملت لحد الالف، هي صاد باء الف. وهنا س ج د الاثنين واحد. تمام، وده كده المطلوب بتاعي. مساله كويسه برضو بتتكرر كتير قوي في المحافظات. السؤال اللي بعده بيقول لي قوس في دائره طوله سدس باي نق سنتيمتر فانه يقابل زاويه مركزيه قياسها. طيب اول حاجه لازم تبقى عارف ان الزاويه المركزيه هي نفسها بتساوي قياس القوس اللي قصادها. تمام، دي اول حاجه. طيب اشتغل ازاي؟ لازم تبقى عارف قانون طول القوس بيساوي ايه. عندك طريقتين بقى، يا تشتغل بالقانون الاساسي بتاعي اللي هو طول القوس بيساوي قياس القوس على 360 في 2 باي نق، يا اما في الحاله دي الاختصار بتاعك هيفيدك لو اشتغلت بالايه؟ بالاشتقاق بتاعه. يعني ده انا عدلته بس خليته كده، فانت براحتك بقى عايز تشتغل بده هتطلع معاك صح، بس رياضيا بقى تضرب طرفين في وسطهم تشتغل. ودي برضو نفس الكلام، بس دي اسهل شويه في المساله دي، بتخلص اعمال حسابيه بسرعه شويه. فانت ممكن تحفظ، تخليك في ده ومش لازم تحفظ ده، واشتغل ده عمليه حسابيه مفيش مشكله. عايز تحفظ ده مفيش مشكله. فانت دلوقتي لو هنشتغل باللي تحت، عندك طول القوس بسدس باي نق على الاتنين باي نق اللي هو محيط الدايره بيساوي طول القوس او قياس القوس. احنا اتفقنا قياس القوس هو نفسه قياس الزاويه الايه؟ المركزيه. فهي دي هو الحاجه اللي هو طالبها. طب هسميها اي مجهول، ولكن سميها س، سميها كاف، ايا كان هسميها س مثلا على 360 اللي هو قياس الدايره. طيب هتلاقي الباي بتطير مع الباي والنق بتطير مع النق، فيتبقى لك طرفين في وسطين، الاثنين في س ب 2 س بتساوي، والسدس في 360 ادي 360 في سدس، يبقى الاثنين س بتساوي
هقسم على الستة هيديني هنا صفر، يديك هنا 6. هقسم على الاتنين وعلى الاتنين هتطير مع الاتنين، يبقى س بتساوي 60 على 2 يديك 30. قلنا السين دي انا كنت فارضها اللي هي مين؟ قياس القوس اللي هو يعتبر الزاويه الايه؟ المركزيه اللي هو عايزها. يبقى قياس الزاويه المركزيه بكام؟ ب 30 درجه. فين؟ اهي. فهمتها؟ فانت ممكن تشتغل بده عادي وتطلع معاك عادي، مفيش مشكله خالص. انا بس اختصارا بس للحل او اختصارا للوقت في التبسيط المساله. السؤال اللي بعده بيقول لي الشكل الرباعي الذي لا يمكن رسم دائره تمر برؤوسه. طب هو مين الشكل الرباعي اللي ممكن ارسم دايره حوالين الرؤوس بتاعته؟ عندك المستطيل والمربع والشبه المنحرف متساوي الساقين. فاللي ما ينفعش مين؟ متوازي الاضلاع ولا المعين ولا شبه المنحرف العادي. يعني عندك ثلاثه ما ينفعوش، متوازي الاضلاع والمعين والشبه المنحرف من غير ما اكتب كلمه متساوي الساقين. السؤال اللي بعده بيقول لك ميم دائره قياس الميم باء ج الزاويه دي ب 40 درجه. وبيقول لك انا عايز قياس الالف. طيب لو جيت بصيت على قياس الالف دي زاويه محيطيه بتحصر القوس ب ج. دور لي على اي زاويه ثانيه بتحصر نفس القوس، هتلاقي زاويه الميم اللي هي المركزيه. فانت لو قدرت تجيب المركزيه فانت اكنك جبت المحيطيه نص المركزيه. طب اجيبها ازاي؟ مش المفروض المركزيه الاضلاع بتاعتها انصاف اكتر، فالضلع ده بيساوي الضلع ده. طالما الضلع ده بيساوي الضلع ده يبقى الزاويه دي بتساوي الزاويه دي 40، تبقى دي برضو 40. يبقى الزاويه دي كام؟ 40 و40 80، تبقى دي ب 100. دي المركزيه اللي تحت. ايه علاقه المحيطيه بالمركزيه؟ المشتركين في نفس القوس. المحيطيه نص المركزيه يبقى دي بكام؟ 50 درجه. السؤال اللي بعده مدينا بيقول لي فيها الشكل المقابل ا باء قطر في الدائره م، ومديك الالف د. الالف د الضلع ده بيساوي الدال هاء الضلع ده، وبيقول لك ان قياس الجيم ب 15 درجه. اوجد قياس الالف د هاء. انا بدايتي هتكون من هنا. ازاي؟ شوف لي كده زاويه الالف د هاء بتحصر انهي قوس؟ ادي الالف د هاء، هتلاقي بتحصر القوس من اول هنا كده، من اول هنا ده كله. طب لاحظت ايه؟ ان هي بتحصر نص الدايره اللي تحت والجزئيه دي. فانت هتعمل ايه عشان تجيب قياس الالف د هاء؟ هتجيب قياس القوس ده كله وتقسمه على الاثنين، لان قياس الزاويه المحيطيه بتساوي نص القوس المقابل ليها. طيب هي الالف باء مقدور عليها ب 180، الحته اللي تحت ب 180 نص الدايره. الفكره معايا في مين بقى؟ في البهاء، شغل كله على البهاء. طب اعملها ازاي؟ بص كده معايا. طبعا هو مش هيديك الدال هاء والالف باء متساويان لله. فكره ان هو بيقول لك ان في عندك اوتار متساويه يبقى الاقواس متساويه، قياس الاقواس دي متساويه. طب القوس ده بيساوي القوس ده، بس الفكره ده مش معايا وده مش معايا. في مشكله لو انا فرضت ده بكاف وده بكاف، مش هيحصل حاجه، صح؟ طب لو عايز اجيب الهاء باء، مش المفروض الحته دي كلها نص الدايره اللي فوق 180؟ يبقى عشان تجيب الهاء باء هتقول 180 ناقص القوسين دول اللي هو الكاف والكاف اللي هي 2 كاف. فتعال نكتبها كده ونشوف الدنيا هتبقى فيها ايه. هتقول لي كده قياس، انا عايز اجيب قياس الهاء باء، تمام؟ الهاء باء هيساوي 180. بس طبعا احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نقول الاول، عايز اعرف بس انا شغال في نص الدايره اللي فوق وب 180 ونشتغل على الكلام ده. اول حاجه هتقول له قياس او ممكن نبدا بايه؟ استنى، الافضل هتقول له كده الالف باء قطر، تمام؟ هتقول له كده اذا قياس الالف باء ده كله بيساوي 180 درجه. قياس القوس ده ب 180 درجه. انت عندك ده وده عايز اقول انهم بيساووا بعض. جينا عن طريق ايه؟ ان الاوتار متساويه. تقول له كده بما ان الالف د هتساوي الدال هاء، اذا قياس القوس الف د هيساوي قياس القوس دال هاء. انا مش عارف هما بايه، فانا مثلا هفرضهم بكاف. خلاص؟ انا عايز بقى اجيب القوس الثالث ده اللي هو الهاء باء. هتقول له كده قياس الهاء باء هيساوي، احنا اتفقنا ان من اول هنا لحد هنا 180 درجه، يبقى 180. انا عايز اجيب القوس ده بس هنقص منه القوسين دول. طب ده مش معايا وده مش معايا، ما انا فرضتهم بكاف، هيبقى 180 ناقص 2 كاف.
كده انت اخرك في حته ان الهاء باء اشتغل عليها خلصت بالنسبه لي. انا وقفت لحد هنا. طيب عايز اعمل ايه تاني بقى؟ طبعا مش هيديك زاويه ج دي لله، وفكره ان هو مديك زاويه ج ب 15 فانت محتاج تستخدمها عشان تقدر تكمل المعطى بتاعك او تقدر تجيب المطلوب بتاعك. فانت لو جيت لاحظت انا بقى كل شغلتي هنا بقى ان انا احاول اعمل ايه بقى؟ اربط زاويه ج اللي هو مديها لي دي ب 15 والهاء باء اللي انا جبتها دي بحيث ان انا اطلع حاجه تفيدني. فانت لو جيت بصيت هتلاقي ده تمرين مشهور، وتران قطعوا الدايره وخرجوا بره اتقابلوا في نقطه، فده تمرين مشهور. كنا بنقول ايه؟ قياس الجيم، هتقول له كده قياس الجيم كان بيساوي نص في قياس القوس الاكبر ناقص قياس القوس الاصغر، يبقى قياس الدال الف او الالف دال ناقص قياس الهاء باء. تمام؟ طيب شيل كده معطياتك، انت معاك عندك قياس الجيم ب 15، يبقى دي كده بقت ب 15 بتساوي نص، وعندك قياس الدال الف اهي الف دال او الدال الف بكاف ناقص قياس الهاء باء انا لسه جايبها اهي ب 180. بص بقى الغلطه، في ناس هتعمل كده 180 ناقص 2 كاف، طبعا غلط. طالما في سالب دخل على مقدار لازم دول يتحطوا بين قوسين عشان السالب بس هيتضرب مره هنا ومره هنا. تعال نعدل شويه، بس قبل ما نعدل ممكن نعمل ايه؟ نضرب في 2 الاول عشان اتخلص من الاثنين دي، عشان اتخلص من النص قصدي، فهضرب في 2 في الطرفين، فالاثنين مع النص هيطيروا مع بعض، والاثنين في 15 ب 30 بتساوي ادي الكاف، وهنا سالب 180 والسالب هيدخل برضو على السالب في سالب بموجب 2 كاف. نعدل المساله، معاك 1 كاف و2 كاف يبقوا 3 كاف ناقص 180، كل ده بيساوي 30، تودي ال 180 هناك باشاره مخالفه، يبقى ال 3 كاف بتساوي 180 زائد 30، يبقى ال 3 كاف هتساوي 200 وايه؟ 210. هقسم على الثلاثه للطرفين، دي هتطير مع دي، يبقى الكاف هتساوي 0 و21 هتعطي فيها السبعه. يبقى كده انا جبت الكاف بكام؟ ب 70 درجه. الكاف دي اللي هي مين؟ احنا فارضين ان الكاف هي الهاء دال والدال الف. طيب طالما انت جبت الكاف ب 70 تقدر بقى تجيب قياس الهاء باء؟ هتقول له كده بقى اذا قياس الهاء باء هيساوي 180 ناقص 2 في كاف اللي هي بكام؟ ب 70 هيديك 140، يبقى 180 ناقص 140 يديني 40 درجه. فانت جبت قياس ده ب 40 درجه، قياس الهاء باء قصدي ب 40 درجه. تمام؟ انت عايز ايه بقى في الاخر؟ مش احنا قلنا لو انا قدرت اجيب القوس اللي في وش الالف ده الهاء اقدر اجيب الالف ده نفسها، الالف ده الهاء نفسها. ادي الالف ده الهاء الزاويه دي، مش المفروض القوس ده كله اللي قصادها 180 تحت والهاء باء؟ طب ما انا جبت الهاء باء ب 40، يبقى قياس الالف دال هاء عباره عن القوس اللي تحت ب 180 نص الدايره زائد الجزء اللي فوق ده الهاء باء اللي انا جبته بكام؟ ب 40، تديني 200 وكام؟ 220. فكرتها برضو كويسه ومش صعبه قوي يعني. تمام؟ مفهومه؟ ان شاء الله مفهومه. في الشكل المقابل، اذا كان الجيم منتصف الالف باء، نقطه جيم دي في منتصف القوس الف باء، بيقول لك فان الف باء تساوي نقط 2 الف جيم، وحاطط لك علامات تباين وهنا في يساوي. طيب لو انت فاكر قبل كده كنا خدنا في تانية اعدادي حاجه اسمها متباينه المثلث، كانت عباره عن ايه؟ بيقول لك ان مجموع اي ضلعين لازم يكون اكبر من الضلع الثالث. طيب ما هو ده مش مثلث، تيجي نكمله مثلث. لو انا وصلت الب بالجيم ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي طبعا ان القوس ده بيساوي القوس ده، اذا الوتر ده هيساوي الوتر ده. ليه؟ ما احنا قلنا الاقواس المتساويه بتحصر اوتار متساويه. طيب تيجي نطبق متباينه المثلث على المثلث اللي جوه ده، تعال نشوف كده. طيب لو انا قلت لك الالف جيم هاخد ضلعين اجمعهم زائد الب جيم، المفروض اي ضلعين اكبر من الضلع الثالث اللي هو الالف باء. مش احنا لسه قايلين ان طالما القوس بيساوي القوس اذا الضلع بيساوي الضلع، او اذا الوتر بيساوي الوتر، والاوتار دي بالنسبه للمثلث اضلاع.
طب الضلع ده بقى بيساوي الضلع ده، فانا ممكن اشيل الف ج واحط بدلها الف ج باء ج، او اشيل باء ج واحط بدلها الف ج، ما هو الاثنين بيساوي بعض. عندك الالف ج بقت بتساوي الباء ج، فانا ممكن اشيل اي واحده فيهم واحط الثانيه على حسب الايه اللي هم ادولي. فانا دلوقتي انا عايز اعمل علاقه بين الالف باء والالف ج، فانت مش محتاج الباء ج في حاجه، فالباء ج بتساوي الالف ج، فانا اشيل دي واحط بدلها الف ج كمان، يبقى بقت الف ج اهي زائد، واسيب الالف ج دي زي ما هي. كل ده اكبر من الالف باء. معاك واحد الف ج وكمان واحد الف ج، يبقوا 2 الف ج، 2 الف ج. كل ده اكبر من الالف باء. طب ما هي العلاقه دي هو اللي طالبها فوق. ادي الاثنين الف ج وادي الاثنين الف ج، اكبر من، تبقى اكبر من مين؟ الالف باء اهي. بس خلاص، بس هو قلبها شويه، يعني هو قلبها، انا جايب اليمين شمال والشمال يمين بس مش اكتر يعني. فهمتوها؟ يبقى جت عن طريق ايه؟ متباينه المثلث. السؤال اللي بعده بقول لك اذا كان الف باء بتساوي 6 سم مساحه انا عايز بقى مساحه اصغر دائره تمر بالنقطتين الف باء تساوي. طيب مش احنا كنا واخدين حاجه قبل كده عشان تجيب مساحه اصغر دايره؟ انت اول حاجه عشان تجيب مساحه الدايره انت محتاج باي ناقي تربيع. الباي مقدور عليه، موجود في الاختيارات، فانا هجيب المساحه بدلاله الباي. انا مشكلتي في مين؟ مشكلتي في النق، مش موجود. طب هو النق لمين؟ النق ده او نص القطر ده لاصغر دايره تمر بالنقطتين الف وباء. طب ما انا كنت واخد قاعده قبل كده بتقول لي طالما انت عايز تجيب نص قطر اصغر دايره تمر بنقطتين، يبقى انت هتقول النق بتاعتك عباره عن نص في البعد بين النقطتين. طب ما انا مديك النقطتين اهم البعد بتاعهم ب 6 سم، يبقى نص الوتر اللي هو 6 سم يبقى نص في 6 يديني كام؟ 3 سم. جبت النق خلاص، يبقى مساحه الدايره هتساوي باي في 3 تربيع اللي هي 9، يبقى 9 باي. تمام؟ وساعات في كتير قوي بتيجي في الامتحان بيقول لك انا عايز نص القطر بس. نص قطر اصغر دايره بتمر بالنقطتين الف وباء، مديك الالف باء بقسم ب 6 ب 8، بناخد النص على طول. تمام؟ هو بس يزود لك المساحه. احنا اخترنا هتبقى رقم د. بيقول لي م ونون دائرتان متقاطعتان طول نصفي قطريهما 5 سم و3 سم، فان م نون، زهقنا من السؤال ده. ادي الميم نون بينتمي للفتره مفتوحه من ناحيتين، هنا بنطرح وهنا بنجمع، يبقى الميم نون ينتمي للفتره. اطرح القطرين هيبقى 5 انصاف الاقطار 5 ناقص 3 يديك 2، و5 زائد 3 يديني 8، يبقى الميم نون ينتمي لفتره 2 و8 مفتوحه من ناحيتين. السؤال اللي بعده ده سؤال برضو بيتكرر كتير قوي في المحافظات. بيقول لي هنا ب د مماس للدايره م عند باء، ومديك الب د بيوازي الجيم ص. برهن ان الشكل ا ص ج س، ا ص ج س لو قفلته كده انا عايز ان الشكل ده رباعي دائري. طيب لازم اطبق خاصيه من خواص الرباعي الدائري جوه الشكل ده بحيث ان اقول له ان هو رباعي دائري. طيب نبدا بايه؟ اول حاجه هو مديك مماس، طبعا مش هديك مماس لله. فكره ان هو مديك مماس فانا في الغالب هشتغل على الزاويه المماسيه. طب فين الزاويه المماسيه بتاعتي؟ مش ده الوتر جوه الدايره، يبقى دي الزاويه المماسيه بتاعتي. طب مش الزاويه المماسيه بتحصر القوس ا باء؟ روح دور على القوس ا باء ده بيحصر انهي زاويه ثانيه داخل المثلث، هتلاقي بيحصر نفس الزاويه س. فطالما عندك مماسيه ومحيطيه بيحصروا نفس القوس، اذا الزاويتين دول متساويتين في القياس. طب يبقى الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. دي اول حاجه. تاني حاجه مش هيديك برضو التوازي لله. فكره ان هو مديك التوازي هتلاقي ان الضلع ده او المماس ده بيوازي الضلع ده. طب ما انت عندك ده كده قاطع بينهما، هتلاقي حرف الزد اهو، هتلاقي الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. طب تيجي نربط بقى الدنيا ببعض. انا قلت لك ان دي بتساوي دي، مماسيه ومحيطيه مشتركين في نفس القوس، ودي بتساوي دي بالتبادل حرف الزد. طب يبقى معنى كده ان دي هتساوي دي. طب ما هو ده الشكل الرباعي، ودي زاويه خارجه ودي المجاوره ودي المقابله. طب ما هي الزاويه دي طالما بتساوي الزاويه دي ودي خارجه، يبقى الزاويه دي بتساوي المقابله للمجاوره، يبقى اذا الشكل ده رباعي دائري. نجمع بقى كلامنا تاني من الاول. اول حاجه هنبدا بمين؟ هنبدا بالمماس ونقول ان في زاويه مماسيه. هنقول له كده بما ان الب د مماس، يبقى اذا قياس
الدال باء الف او الالف باء دال، الالف باء دال هيساوي قياس السين اللي جوه دي. ليه؟ تكتب له تحت بقى ممسيه ومحيطيه مشتركتان في القوس الف باء. تمام؟ دي اول حاجه ونكتب عليها 1. تاني حاجه التوازي، ده بيوازي ده وده حرف الزد ده وده قاطع بينهم، فدي هتساوي دي، واتفقنا ان دي كده كده بتساوي دي. هتقول له كده بما ان الب د بيوازي الجيم صاد، ومين اللي وصلهم ببعض؟ والب صاد قاطع لهما، والب صاد قاطع لهما عملوا مع بعض حرف الزد، اذا الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، الزاويه دي اسمها الف باء د، اذا قياس الالف باء د هيساوي قياس الب صاد ج، الب صاد ج. تمام؟ بالتبادل، واكتب عليها 2. هتلاحظ ايه بقى؟ ان الزاويه دي موجوده هنا وموجوده هنا، دي بتساوي دي ودي بتساوي دي، يبقى الاثنين دول بيساووا بعض. هتقول له كده من 1 و2، من 1 و2 ينتج ان قياس السين هيساوي قياس الب صاد ج. بس في حاجه لازم توضح له، ان ليه دي بتساوي دي، يبقى الشكل ده ربع دائري عشان دي زاويه خارجه. تقول له كده وبما ان زاويه الب صاد ج، الب صاد ج خارجه عن الشكل الرباعي، مش هكتب الدائري دلوقتي، الشكل الرباعي ا صاد ج س، ا صاد ج س، الزاويه اللي انت بتقول عليها دي خارجه عن الشكل الرباعي ده بتساوي المقابله للمجاوره، اذا الشكل ا صاد ج س رباعي دائري. بس خلاص خلصت. بتتكرر كتير قوي برضه في المحافظات، وسهل ان شاء الله لو جت في الامتحان تبقى مضمونه يعني. السؤال اللي بعده بيقول لك فيها شكل مقابل ا ه بتساوي الالف ج، الضلع ده بيساوي الضلع ده، وبقول لك ان الالف د ينصف الب ا ج، يعني الخط ده بينصف الزاويتين دول، الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. وبرهن ان قياس الدال ب واو بيساوي قياس الدال ه واو. طب تيجي نحدد كده على الرسمه فين الدال ب واو والدال ه واو. ادي الدال ب واو الزاويه دي، خلاص اهي دال. لو انا مش قادر احدد الزاويه امشي عليها بالقلم ازاي. دال ب واو، فين الخط اللي بيمسك الضلعين دول؟ اهي الحته دي كده، يبقى الزاويه دي. انا عايز اقول ان هي بتساوي الدال هاء واو. ادي الدال وادي الهاء وادي الواو، الزاويه دي كده، يبقى الزاويه دي. طب ملاحظ ايه كده بالنظر؟ هتلاقي ان الزاويه دي والزاويه دي موجودين في شكل رباعي ومرسومين على نفس القاعده. فانا لو قدرت اثبت ان الشكل ه ب د واو رباعي دائري، اذا الزاويتين دول بيساووا بعض. فانا مهمتي اعمل ايه بقى؟ اثبت ان الشكل ده رباعي دائري. انت فهمت بس احنا هنمشي خطواتنا ازاي؟ طيب دي كده انا عرفت مهمتي ان انا اثبت الشكل ده رباعي دائري. الفكره بقى اثبته ازاي؟ بالراحه بقى كده. لو جينا بصينا طبعا انا شغلي كله هيبقى تحت هنا كده، بس الفكره ان معطياتي مش كامله هنا ان انا اقدر اجيب اي حاجه خالص تقول ان ده رباعي دائري، بس شغلي كله فوق. لو جيت لاحظت هتلاقي ايه بقى فوق؟ هتلاقي ان في زاويه بتساوي زاويه، وفي ضلع بيساوي ضلع، وفي ضلع مشترك. ده شكل كده المثلثين دول مالهم؟ متطابقان. كل حاجه بتقول ان المثلثين دول متطابقان، صح؟ عندك ضلع بيساوي ضلع وضلع مشترك وزاويه محصوره وزاويه محصوره بينهم متساويتان، ضلعين بيساوي ضلعين وزاويه محصوره بينهم، اذا المثلثان متطابقان. فانا هجيب من التطابق ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. طب وبعدين هتلاقي ان الزاويه دي لو جيت كملت الخط بتاع لحد تحت زاويه محيطيه بتحصر القوس ده. حد هنا المشكله؟ وهتلاقي برضو ان في زاويه هنا كده اهي برضو محيطيه بتحصر نفس القوس اللي هو الالف ده، هتلاقي دي ينفع تساوي دي. طب طالما دي بتساوي دي ودي بتساوي دي، دي بتساوي دي قصدي، ودي بتساوي دي، يبقى الاثنين دول برضه مالهم متساويتان. طب مش دي زاويه خارجه عن الشكل الرباعي، يبقى اذا الشكل ده رباعي دائري، الزاويتين اللي انت عايزهم متساويتان. انت فهمت هنعملها ازاي؟ تعالى نبدا بقى حاجه حاجه.
اول حاجه هنشتغل على تطابق المثلثين، هتقول له كده بما ان اول حاجه الالف هاء بتساوي الالف ج، او في المثلثين بقى تقول له كده في المثلث الف هاء واو والمثلث الف ج واو فيهما، نكتب بقى الثلاث حاجات بتوعنا، الالف هاء بتساوي الالف ج، الالف هاء بتساوي الالف ج، وهتلاقي عندك الالف واو ضلع مشترك كده، ضلعين الزاويه بينهم بقى قياس اله الف واو، هو كاتبها لك اللي هو ينصف، يبقى الزاويه دي بتساوي زاويه ه الف واو قياس اله الف واو هتساوي قياس الجيم الف واو. إذا المثلثان متطابقان، إذا المثلث ألف ه واو يطابق المثلث ألف ج واو. طلع بقى اللي أنت ممكن تستفاده من التطابق. أنا عايز أقول إن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، إذا الألف هاء واو أهي، الألف هاء واو بتساوي الألف ج واو، الألف ج واو، هتلاقي الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، هتقول له كده إذا من التطابق ينتج أن قياس الألف هاء واو هتساوي قياس الألف ج واو، ممكن أكملها ألف ج باء، الاتنين واحد، ألف ج باء، مفيش أي مشكلة خالص، وأكتب عليها واحد. تمام؟ تبص بقى على الزاوية المحيطية اللي بتحصر نفس القوس ألف باء، هتلاقي إن الزاوية دي والزاوية دي، هتقول له كده وبما أن قياس الألف ج باء بتساوي قياس الألف د باء، الاتنين بيساوي بعض، واكتب عليها اتنين، بس ليه؟ تقول له كده محيطيتان تحصر محيطيتان مشتركتان في القوس ألف باء. تمام؟ طب نربط الاثنين دول ببعض، تقول له كده من واحد واثنين ينتج أن الزاوية دي بتساوي دي ودي بتساوي دي، إذا الاثنين دول بيساوي بعض، يبقى تقول له كده إذا قياس أدي أهي الألف هاء واو، أنا هحذف الاثنين شبه بعض، هحذف الألف ج باء والألف ج باء، إذا الألف هاء واو بتساوي الألف د باء. زاوية خارجة بتساوي المقابل المجرد، بس لازم أقول له وبما أن زاوية الألف هاء واو، عرفوا إن هي زاوية خارجة عن الشكل الرباعي، ألف هاء واو الزاوية دي مالها خارجة عن الشكل الرباعي هاء باء د واو، هاء باء د واو، إذا الشكل ده رباعي دائري، إذا الشكل هاء باء د واو رباعي دائري. وطالما الشكل ده رباعي دائري، إذا الزاويتين دول متساويتان، ليه؟ أهو زاوية الدال ب واو، أدي الدال ب واو الزاوية دي، وعندك الدال هاء واو، الدال هاء واو الزاوية دي، الاتنين مرسومين على نفس القاعدة يبقوا متساويتان، هتقولوا كده إذا قياس الدال ب واو هيساوي قياس الدال هاء واو، وممكن تقولوا كده زاويتان مرسومتان على نفس القاعدة اللي هي الواو، اللي هي الواو دال أو الدال واو. وده كده المطلوب بتاعي. مسألة كويسة برضه، فكرتها كويسة. بيقول لي هنا ألف باء قطر في الدائرة ميم، ومديك الدال ج بتوازي الألف باء، ومديني قياس الألف ب ج ب 62، أوجد قياس الألف هاء د. فين الألف هاء د؟ أدي الألف هاء د الزاوية دي، مش دي الأضلاع بتاعتها أو الأوتار بتحصر
القوس أ د. لو قدرت تجيب القوس أ د تقدر تجيب الزاويه أ ه د محيطيه بتساوي نص القوس. طيب هي الفكره بقى اجيب الالف د ازاي؟ بص كده معايا. لو جينا بصينا على المساله، المعطيات بتاعتي بتقول لي ان انت معاك الف باء قطر حلو، فبيقسم لي الدايره الى نصفين، يعني النص اللي فوق ده كله ب 180 درجه. ومديك قياس الالف ب ج ب 62. فين الالف ب ج؟ اهي الزاويه دي كده ب 62. طب مش الزاويه دي الف ب ج اهي بتقابل قوس؟ ما انا اقدر اجيب القوس اللي في وش الالف ب ج. القوس ضعف الايه؟ الزاويه المحيطيه. فقياس الالف د ج كله لحد هنا كده هيساوي ضعف ال 62. ما انا لو جبت ده كله هقدر اجيب ده، ولو جبت ده اقدر اجيب ده. ازاي اقدر اجيب ده؟ ما هو ده وده متوازيان، وعندك الاوتار المتوازيه بتحصر اقواس متساويه، يبقى القوس ده بيساوي القوس ده، ولو جبت القوس ده فانا جبت الزاويه فانت جبت الزاويه اللي انت عايزها. انت فهمت بس همشيها ازاي؟ فانا اول حاجه شغلتي بس الاولى ان انا اجيب القوس ا د ج الاول، اللي هو في وش مين؟ في وش الزاويه دي، في وش زاويه ب. خلاص؟ فانت تقول له كده قياس القوس مين؟ ا د ج هيساوي 2 في قياس الالف ب ج. اشمعنى؟ احنا قلنا بقى الزاويه المحيطيه او قياس القوس بيساوي ضعف المحيطيه، فانت عندك هيساوي الاتنين في 62 هيديك 124 درجه. كده انا جبت قياس القوس ده كله ب 124. الحته دي كده ب 124. اقدر اجيب الحته الباقيه ازاي؟ عن طريق ان انا هطرح من 180. بس اعرفه ان الحته دي الاول ب 180. اقول له كده بما ان الالف باء قطر عشان تعرفه، بس انا شغال في نص الدايره اللي فوق. هتقول له كده بقى اذا قياس الجيم باء كقوس هيساوي 180 ناقص 124. عندك كده ادي 60، يبقى عندك 56 درجه. فدي كده ب 56. طيب القوس ده بقى هيساوي القوس ده عن طريق ان انت معاك، همسح لك بس عشان الدنيا توضح. بص كده، انت معاك ان الوتر ده بيوازي الوتر ده، صح؟ وانت عندك الاوتار المتوازيه بتحصر اقواس متساويه، يبقى القوس ده هيساوي القوس ده، فده 56 يبقى ده بكام؟ 56. يبقى الزاويه اللي في وشه دي الزاويه المحيطيه نص القوس، تمام؟ فانت هتقول له كده الاول ان في اوتار متوازيه، هتقول له كده بما ان الدال ج بتوازي الالف باء، اذا قياس الالف د هيساوي قياس الجيم باء. اكمل بقى، ما الجيم باء معايا ب 56، اول ب 56 الاثنين ب 56، يبقى دي 56 هي كمان. هتقول له بقى انا عايز الزاويه دي اللي هي الالف ه د اللي هو طالبها، اذا قياس الالف ه د اللي هي المحيطيه هتساوي نص قياس القوس اللي قصادها اللي هو الالف د، يبقى نص في 56. معاك هنا 25 وعندك هنا 3 يبقى 28 درجه. يبقى دي كده زاويه الالف ه د اللي هو طلبها مني، تمام؟ سهله برضه ما فيهاش حاجه ان شاء الله. ماشي، السؤال اللي بعده مديني هنا بيقول لي ان س ص بتساوي س ع، الضلع ده بيساوي الضلع ده، وبيقول لك ان اله واو مماس عند هاء، برهن ان النون واو بتساوي اله واو. فين النون واو؟ الضلع ده بيساوي اله واو، الضلع ده. وفكره ان انت مش معاك ارقام، ففي الغالب انت هتجيب ان الزوايا دي متساويه، عشان كده الاضلاع ده يبقى ده مثلث متساوي الساقين، يبقى كده الضلع ده بيساوي الضلع ده، تمام؟ فلو قدرت اثبت ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، اذا الضلع ده بيساوي الضلع ده، وده المطلوب اللي هو عايزه. طيب شغلتي بقى ان انا اثبت الايه؟ الزاويتين دول بيساووا بعض. طب بالراحه كده هنعمل ايه؟ لو جيت لاحظت
هتلاقي ان ده مماس، طبعا مش هيديك مماس لله. طب مش ده وتر، يبقى دي كده تعتبر ممسيه، يبقى دي زاويتي الاولى اللي انا هشتغل عليها، انا عايز اجيب دي. طب مش الزاويه الممسيه بتساوي الزاويه المحيطيه المقابله ليها، او بتساوي نص قياس القوس اللي قصادها؟ طب فين القوس اللي قصادها؟ ده كله اللي هو س ع ه، الزاويه دي كلها، الحته دي كلها ده قياس القوس. فانت اول حاجه هنجيب علاقه بتربط الزاويه الممسيه اللي انا عايزها اصلا بالقوس اللي قصادها، هتقول كده قياس الواو ه ن، الواو ه ن هتساوي نص قياس السين عين ه كلها، القوس ده كله س عين ه، واكتب عليها واحد. ما هو مش معايا اي مطالب، يعني مش معايا ده بكام ولا ده بكام، خلاص. طيب فين الزاويه الثانيه؟ هتلاقي الزاويه الثانيه اهي، تعال بس امسح لك الحته دي. الزاويه الثانيه اهي، الزاويه دي اللي انا عايز اثبت ان هي بتساوي دي، انا عايز اثبت ان ان دي بتساوي دي، انا جبت دي على قد ما اقدر. تعال نشتغل على دي. طيب معطيات دي بالنسبه لك ايه؟ هتلاقيها زاويه محصوره بين وتران متقاطعان داخل الدائره. طب مش ده التمرين المشهور؟ عندك قوس في وشها هنا كده وفي قوس هنا، صح ولا ايه؟ فانت ممكن تقول ان قياس الواو ن ه، واو ن ه هتساوي نص في حاصل جمع القوسين اللي هو الس ص، قياس بقى الس ص زائد قياس الهاء عين، الحته اللي تحت دي، او العين هاء. تمام؟ وده برضو اخرك عملته، بس في حاجه مش ملاحظ ان هو مديك ان الضلع ده او الوتر ده بيساوي الوتر ده؟ الاوتار المتساويه بتحصر اقواس متساويه، يبقى القوس ده بيساوي القوس ده. طب تعال نكتبها كده. بما ان الس ص بتساوي الس عين، اذا قياس الس ص هيساوي قياس الس عين. لحد هنا في حاجه صعبه؟ طيب مش ملاحظ ان دي س ص بتساوي الس عين؟ ممكن اشيل دي واحط ده س عين، المفروض صح. طالما ده بيساوي ده، ده بيساوي ده، مفيش اي مشكله خالص ان في اي علاقه فيها الس ص اشيلها واكتب بدلها الس عين. فانا لو شلت دي وكتبت بدلها الس عين، تعال نشوف كده، ننزل دي بقى تحت تاني. اذا قياس الواو ن ه هتساوي نص، وادي قياس هشيل الس ص واحط بدلها الس عين، الس عين زائد قياس العين ه. تعال بص على القوسين دول كده على الدايره، الس عين لحد هنا كده والعين ها لحد هنا كده. قال لا، طب ما هي نفس القوس اهو، ده كده ممكن اكمله على بعض، يعني ممكن اشيل الحته دي كلها، اشيلها واكتب بدلها الس عين ها. فتقول له كده بقى اذا قياس الواو ن ه هتساوي نص فيه، قلنا هشيل دي كلها واكتب بدلها الس عين ها، الاثنين واحد. قياس الس عين ها، انا كل فيها كنت اقسمه جزئين، جزء كده وجزء كده، انا جبت الجزء ده كله. طيب وده 2، ده احنا كتبنا عليه 1 وده 2. بص بقى معايا، دي اول علاقه جبتها للزاويه اللي فوق دي، وعندك دي العلاقه الاولى اهي للزاويه دي. هتلاحظ ايه بقى؟ ان الزاويتين بيساوي نص قياس السين عين ها، نص قياس السين عين ها. طالما ده بيساوي ده يبقى ده هيساوي ده، يبقى الزاويتين متساويتين. هتقول له كده من 1 و2 ينتج ان قياس الواو ها ن هتساوي قياس الواو ن ها. الزاويه دي بتساوي الزاويه دي اهي، ه او لا واو ه ن هتساوي الواو ن ها. طالما الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، اذا الضلع ده هيساوي الضلع ده، يبقى ده اللي هو طالبه. يبقى اذا النون واو هتساوي اله واو. مساله برضو فكرتها كويسه وممكن تلخبط ناس كتير لو جت في الامتحان، بس ان شاء الله تكون فهمت كويس. المساله الاخيره ودي تعتبر من اكتر المسائل اللي بتتكرر في المحافظات فعلا يعني. طيب تعال نبداها كده وسهله جدا خلاص. بيقول لي الالف هاء وعندك الالف باء ممسان عند هاء وباء، ومديك قياس الالف ب 70 وقياس الجيم ب 125. اثبت ان الدال باء
بتساوي الب هاء، واثبت لي ان الالف باء بتوازي اله د. طيب عشان تثبت ان الدال باء بتساوي الب هاء، فين الدال باء؟ الضلع ده بيساوي الب هاء الضلع ده، عشان الضلع ده بيساوي الضلع ده يبقى الزاويه دي هتساوي الزاويه دي. طيب عشان تثبت لي ان الالف باء بيوازي الهاء د، ادي الالف باء وادي الدال هاء، يا اما تجيب لي الخط ده كده ويبقى فيه توازي، فالزاويه دي الزاويه دي اللي بره دي اسف، الزاويه دي هتساوي الزاويه دي، او مجموع الزاويتين، او مثلا ممكن نعمل تداخل الزاويه دي كل مجموع الاثنين دول ومجموع ال 70 بتساوي 180 درجه، ايا كان الطريقه اللي هتظهر معانا يعني، فهنقول ان دول متوازيين. تعال نبدا بالاول بمين؟ ان الدال باء بتساوي الب هاء، فعن طريق ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. تعال نبدا ازاي بقى؟ اول حاجه هو مديني ممسان. طب مش انت عارف ان الممسان المتقاطعان خارج الدائره في نقطه بيكونوا متساويين في الطول؟ طب ما هو ادام الضلع ده بيساوي الضلع ده يبقى الزاويه دي هتساوي الزاويه دي ب 70، يبقى 180 ناقص 70 يديك 110 على الاثنين، كل واحده فيهم ب 55، فدي ب 55 ودي ب 55. نبداها. هتقول له كده بما ان الالف هاء والالف باء ممسان، اذا الالف هاء هتساوي الالف باء، يبقى اذا قياس الالف هاء باء هتساوي قياس الالف باء هاء. الاثنين هيساوي ايه بقى؟ 180 ناقص 70 على الاثنين، كل واحده فيهم تاخد 55. دي اول حاجه. طيب عايز ادخل جوه الشكل ده. طيب مش انت ملاحظ ان الب والجيم والدال والهاء 4 نقط على الدايره؟ فمعنى كده ان ده شكل ايه؟ شكل رباعي. هتقول له كده بما ان الشكل دال هاء باء جيم، دال هاء باء جيم ماله؟ رباعي دائري. هو ما قاليش بس طالما الاربع رؤوس على الدايره يبقى ده رباعي دائري وانت مغمض. استخدم خواصه بقى. اذا مش انت عندك الزاويه دي ب 125، مش ادالك لله، مش كل زاويتان متقابلتان متكاملتان، يبقى دي بكام؟ 125، يبقى دي برضه ب 55. قياس الدال هاء باء هتساوي دال هاء باء هتساوي 180 ناقص، احنا قلنا كام؟ 125، هيديك برضه 55 درجه، فدي ب 55. تمام؟ طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ انت كده جبنا ده، فاضل لي الزاويه دي. فاضل لي دي ما جبتهاش، ما انا عشان اقول دي بتساوي دي يبقى الضلع ده بيساوي الضلع ده، فانا محتاج دي اجيبها ازاي؟ مش ده ممس صح؟ وده الوتر بتاعه، مش الزاويه الممسيه بتساوي المحيطيه المشتركه معاها في نفس القوس؟ ما دي المحيطيه مشتركين في نفس القوس ب هاء. بص كده، بص كده هتلاقي زاويه د دي الضلع بتاعه وادي الضلع اهو مشتركه في القوس ده الهاء. طب ما هي دي برضو كده تعتبر اهي دي كده ممسيه مشتركه في نفس القوس ده ب هاء، فالممسيه بتساوي المحيطيه المشتركين في نفس القوس، فانت تقول له كده بما ان، هنكتبها هنا، قياس الالف ب هاء، الالف ب هاء هتساوي قياس اله د باء هيساوي 55، فدي ب 55. بس تقول له ليه؟ هتقول له كده ممسيه ومحيطيه مشتركتان في القوس ب هاء، ب هاء كقوس. تمام؟ طيب هنجمع بقى المعطيات بتاعتي. هتقول له كده بما ان دي بتساوي دي، اذا الضلع ده بيساوي الضلع ده اللي هو طالبه. هتقول له كده بما ان قياس الهاء د باء، انا كده يعتبر خلاص انا هجمع بس، بيساوي الدال هاء باء، كل واحده فيهم بتساوي 55، يبقى اذا الدال باء الضلع ده قصدي بيساوي الضلع ده، اذا الدال باء بيساوي البهاء، وده يعتبر اول مطلوب معايا. المطلوب الثاني انا عايز اثبت ان في توازي الضلع ده مع الضلع ده. طب ما هو حرف الزد اهو ده كده، ما الزاويه دي ب 55 ودي ب 55، تعال نكتبهم. دي ب 55 اهي ودي ب 55، حرف الزد اهو.
الضلع ده انا عايز اقول انه بيوازي ده، خلاص. هتقوله كده: بما ان قياس الدال هاء باء بيساوي قياس الالف باء هاء، الاتنين بيساوي 55، والاهم بقى بالنسبه لي وهما في وضع تبادل، يعني عملوا مع بعض حرف الزد. هتقولوا كده: اذا اذا الالف باء بيوازي الدال هاء او الهاء دال. وده كده يعتبر المطلوب التاني. خلاص كده اكيد خلاص. الحمد لله كده النموذج السادس خلص. يعني كان في بعض الافكار الكويسه برضو، وفي حاجات اتكررت معايا، بس ان شاء الله النموذج اللي بعده هيكون سهل. تعال نبدا في النموذج السابع على طول بقى ان شاء الله. السلام عليكم.